السلام عليكم، مرحبا بكم. جيسبر كو فوز الي بيان. اليوم ان شاء الله مع لي ديليس دو سارة راح نشارك معكم واحد الديسير اللي معروف بزاف وبيان سور ومشهور ثاني بزاف والناس كامل تحبه، اللي هي لا كريم برويلي، يعني الكريمه المحروقه. كما راكم تشوفوا هنايا، يعني هاد الديسير يجي ساهل بزاف وحاجه توب وتجي فريمون بنينه. اذا نخليكم تشوفوا الوصفه وان شاء الله تعجب لكم. اذا نبداو بالمقادير. عندي هنايا 225 مليلتر تاع كريمه سائله، يعني تجيكم قيس كاس معمر بيان. وعندي هنايا 225 مليلتر تاع حليب ثاني، يعني يجيكم قيس كاس، يعني كيف كيما لا كريم فريش. وعندي هنايا 65 غرام تاع السكر، يعني السكر الابيض، يعني بالكاس راح يجيكم نص كاس. وعندي هنايا 3 صفار بيض. وعندي هنايا مغرف كبيره تاع لافاني. وبيان سور زيدوا ساشي تاع سكر فانيي. بيان سور انايا ما عنديش، دونك اللي ما عندوش راح يدير مغرف كبيره تاع لافاني، يعني عادي. اذا الحاجه الاولى اللي راح نديرها، راح نجيب كاسرونه، راح ندير فيها هذاك الكاس تاع لا كريم ليكيد. فوالا، يعني الكاس يكون معمر بيان. يعني تستعملوا اي ماركه عندكم، ليسونسيال تكون ليكيد. وراح نزيد عليها كاس تاع الحليب، يعني عندي هنايا 225 مليلتر تاع حليب، يعني قيس كاس. ودوكا راح نخلطها هكذا خلطه خفيفه، يعني بالفوي هكذا كما راكم تشوفوا. فوالا. اذا واش راح نديرو دوكا؟ راح نديرو هاد الكاسرونه فوق النار، راح نخليها حتى وين تبدا تغلي. من جهه واحده اخرى راح نجيب ريسيبيون، نبدا نحط فيه هذاك الصفار البيض، يعني عندي هنايا 3 صفار بيض. راح نزيد عليه 65 غرام تاع السكر، يعني قيس نص كاس تاع سكر. وراح نزيد عليها بما اني ما عنديش سكر فانيي، راح ندير لها مغرف كبيره تاع لافاني. بيان سور كما قلنا، اللي ما عندوش سكر فانيي تقدر تستغنى عليه، يعني ديروا غير لافاني، ديروا مغرف كبيره. دوكا واش راح نديروا؟ راح نخلطوا هذاك صفار البيض مع السكر ولافاني، يعني راح نخلطوه حتى وين نشوفوا بلي لو ميلونج تاعنا بيض شويه. اذا نشوفوا هنايا بعد ما خلطناه يعني بيان، شوفوا يعني الخليط تاعنا بدا يبيض لنا. اذا دوكا الخليط تاعنا، يعني نجيبوا الكريمه تاعي، يعني الحليب والكريمه السائله اللي كنا غليناهم فوق النار. دوكا راح نبدا نزيد فيهم غير بالعقل، فوالا بهذه الطريقه، يعني نخلطهم بالفوي. يعني اليوم خيرت لكم لا كريم برويلي، سي ان ديسير ساهل، يعني ما يشدش كامل الوقت.
وما يشدلناش كامل اليد بيان سور، يعني حاجه سهله وتنتاكل بارده بيان سور وتجي بزاف بنينه. فوالا فوالا. اذا نشوفوا هنايا بعد ما عمرت كامل لي غمكان تاوعي يعني بالكريمه، وحطيتهم بيان سور في السنيوه. دوكا راح نجيب الماء اللي يكون سخون، يعني نبدا نعمرهم، نعمر السنيوه تاعي يعني حتى نص تاع لي غمكان. فوالا هكذا. فوالا دونك هكذا. دونك علاش عمرناهم هكذا بالماء؟ باسكو راح نطيبوهم او بان ماري، يعني نطيبوهم في الفرن. فوالا دونك هكذا. اذا دوكا راح نطيبوهم في الفرن اللي كنت شعلته مقبله على درجه حراره 150، يعني راح نطيبوهم مده 50 دقيقه. اذا نشوفوا هنايا من بعد ما طابت لي لا كريم برولي تاعنا، يعني خليتها حتى بردت لنا بيان، ودخلتها للثلاجه حوالي زوج سوايع 3 سوايع هكذاك. من بعداتي كي تجيو تكونسوميوها ديروا لها هكذا شويه السكر من الفوق، وبيان سور راح نديروها بالشاليمو. من الاحسن ديروا السكر رو، يعني اللي هو هذا، يعني السكر رو ولا السكر البني، واذا ما عندكمش معليش ديروا السكر العادي ولا السكر الابيض. اذا دوكا راح نبدا نرشو هكذا من الفوق. فوالا فوالا كما راكم تشوفوا. دوكا راح نزيد الدوزيام. اذا هاوليك بعد ما درنا له السكر هكذا من الفوق كما راكم تشوفوا. دوكا واش راح نديرو؟ راح نجيبو الشاليمو ونبدا نحرق في السكر اللي من الفوق. دونك فوالا بهذه الطريقه، يعني طريقه جد سهله. دوك راح نزيدو الثانيه، مازال لنا شويه. دوك راح نزيدو الثانيه. اذا هاي ليك لا كريم برولي تاعنا بعد ما وجدت لنا. دوكا نبدا نقسم لكم غير شويه، يعني باش تشوفوا لا تيكستور كيفاش تجي لداخل، يعني تجي كريموز وبنينه بزاف. شوفوا يعني كيفاش نديرها، راكم تسمعوا القرمشه. فوالا دونك فوالا دونك سي ان ديسير يعني يجي ساهل،
يجي سهل بزاف وبنين. اذا ان شاء الله تكون عجبتكم هذه الوصفه، والى عجبتكم ما تنسوش ديروا لي جيم، تابونيو وتاكتيفيو لا كلوش باش يوصلكم كامل جديد. وبيان سور ما تنسوش تبارطاجيو مع الاصدقاء. اذا ما بقى غير نقول لكم شهيتكم في الجنه، مع السلامه.